انت عارف ان مخك ممكن يقتلك في دقايق لمجرد انه اقتنع انك بتموت، وانه ممكن يعالجك من ورم في مرحله متاخره لمجرد انه صدق انك اخدت الدواء. اهلا بيك في عالم البلاسيبو والنوسيبو في الطب النفسي. بص، هي مش مجرد تهيؤات، دي كيمياء حيويه بتتحكم في حياتك وفي موتك. خلينا ابدا معاك بقصه السيد رايت كما رواها الطبيب النفسي برونو كلوبفر سنة 1957 في الولايات المتحدة الأمريكية. الراجل ده كان تقريبا ميت إكلينيكيا بسرطان الغدة الليمفاوية، أورامه وصلت لحجم البرتقالة في كل جسمه. طلب من الدكتور بتاعه فيليب ويست يجرب دواء جديد، وقتها كان اسمه كريبوزين، وبعد حقنة واحدة الأورام فعلا دابت والراجل قام ومشي. لكن الصدمة لما قرا في الجرايد إن الدواء فاشل، الأورام رجعت وبسرعة جدا. الطبيب حقنه بمحلول ملحي وقال له دي نسخة مطورة، فخف تاني. ولما عرف الحقيقة النهائية إن الدواء خدعة، مات في خلال 48 ساعة. مخه هو اللي كان بيفتح ويقفل الحاجة. وعشان ما تقولش ان دي حالات فرديه، تعال نروح لسنه 2002 في ولايه تكساس بجامعه بايلو. العالم والجراح الشهير بروس موسلي عمل تجربه غيرت مفهوم الطب. جاب مرضى محتاجين جراحه في الركبه وقسمهم مجموعتين، مجموعه عمل لهم العمليه بجد ومجموعه تانية عمل لهم جراحه وهميه، يعني فتح الجلد بالمشرط وخيطه تاني من غير ما يلمس الركبه. النتيجه كانت صاعقه ونشرت في مجله نيو انجلاند الطبيه. المرضى اللي ما عملوش عمليه خفوا وبقوا يمشوا ويمارسوا رياضه زي اللي عملوا العمليه بالظبط. مخهم افرز مسكنات طبيعيه ومضادات التهابات لمجرد انهم شافوا اوضه العمليات. اللي حصل ده اسمه بلاسيبو، صيدليه مخك المجانيه. لكن في وش تاني مرعب اسمه النوسيبو. في سنه 2007 في الولايات المتحده الامريكيه برضه، شاب اسمه ديريك ادمز كان مشارك في تجربه دواء اكتئاب وقرر انه ينتحر 29 حبايه مره واحده. دخل الطوارئ وضغطه في الارض ونبضه سريع جدا وبيموت فعلا. لما الدكتور المسؤول جه وقال يا ديريك انت كنت في مجموعه البلاسيبو، يعني الحبوب اللي انت بلعتها دي سكر ونشا، في اقل من 15 دقيقه كل اعراض التسمم اختفت وضغطه رجع طبيعي. ديريك هنا ما كانش بيمثل، بل كان جسده فعلا بيستجيب لاعتقاده الراسخ بانه بيموت. ديريك كان بيموت لان عقله امر اعضاء جسمه تنهار بناء على معلومه غلط. النوسيبو هو السبب اللي بيخليك تحس باعراض جانبيه لاي دواء لمجرد انك قريت الروشته. عقلك بينفذ السيناريو اللي انت بتكتبه له. انت عارف ايه اللي قتل الراجل اللي اتجمد في ثلاجه مطفيه سنه 1950؟ عامل سكه حديد في روسيا اتحبس في عربيه تبريد وقعد يكتب مذكراته وهو بيوصف تجمد اطرافه لحد ما مات. لما فتحوا العربيه لقوا حرارتها 19 درجه مئويه. الثلاجه اصلا كانت عطلانه. اللي قتله هو النوسيبو. عقله صنع برد وهمي قفل اوعيته الدمويه ووقف قلبه. الخلاصه هنا يا فنان، عقلك هو اقوى سلاح في الكون. لو غذيته بالخوف هيمرضك، ده النوسيبو. ولو غذيته بالايمان واليقين هيشفيك بامر الله، ده البلاسيبو. انت النهارده بتكتب لنفسك سيناريو ايه؟ فكر كويس، لان جسمك بيسمع كل كلمه بتقولها لنفسك.